ضد الحكام. واحنا يا محمود يا طاهر مش هنسمح بالابتزاز والارهاب. عايز تعرف الحكام بيجاملوا مين؟ لا بيجاملوا النادي الاهلي. وعايز دليل قريب يعني اجاي لما ضرب الواد عمل فاول ودخل الكوره جوه. ضربه الجزاء بتاعتنا اعتقد ضربه الجزاء ما فيهاش هزار لانه شايط رضا العزب مشكورا يعني شاط كان شاط مين؟ ايمن باين ورجله رفيعه يعني انت بس تشوف حد ما شاء الله. ضربه جزاء. اللي كان بيتكلم عن اللاعب اللي اتطرد اسمه جوده عنده لاعب بلطجي اسمه حسين ما خلاش لاعب في الزمالك ما ضربوش. ما فيش لاعب في الزمالك ما ضربوش حسين ده ومع ذلك ما خدش انذار. فاذا كنا عايزين نتكلم عن الحكام نتكلم هنا وهنا. احنا طبعا مستنيين الماتش بكره يخلص على خير باذن الله ولينا واقفه مع لجنه الحكام واتحاد الكوره ورئيس اتحاد الكوره ولا كل ده هيرهبنا بمليم. الحمله اللي معموله من دلوقتي عشان الحكام يخافوا ويرتعشوا ويقولوا يا مامي، الحكم اللي يقول يا مامي مش هنكمل الدوري. هنقول شكرا كمل انت بقى بابا بتاعك مش هنكمل الدوري. فلازم محمود طاهر يهدى انت ومحمد عبد الوهاب. الحكام في تاريخهم حتى السنه دي اكتر نادي اتجامل هو النادي الاهلي، مع احترامي برضه للنادي الاهلي اللي مش محتاج حد يجامله لكن الحكام بيجاملوه. وانا برد على اللي هم بيقولوه. احنا دلوقتي بادئين مرحله جديده. اللاعب اللي هو شايف ان هو اكبر من مدرب من بكره ما يجيش. لوحده كده. اللاعب اللي هو شايف انه اكبر من رئيس نادي من بكره ما يجيش. شغل البلطجه والفوضى مش عندي سلسله حتى لو انت مين. هتلتزم هتتشال فوق الدماغ. من المدير الفني، من المدرب، من مدير الكوره، من المساعدين، مني انا شخصيا. هتطلع تقل ادبك وتبلطج. انا كاتب عني قبل كده مرتضى منصور بلطجي مصر الاول. ما بهزرش. انا لا جاي من الزمالك ولا جاي من المهندسين، انا جاي من رود الفرج. جاي من رود الفرج. واول محامي في مصر يضرب نار في جوه المحاكم. فشغل البلطجه ده مش هيبقى عليا انا. احنا كنا وحشين، ايوه كنا وحشين. ماتش المصري وحشين، كنا وحشين طبعا. مش هنحط راسنا في الرمل. بس انا بقول اهو لا لاعب ولا مدرب ولا مدير كوره ولا مساعد ولا مدرب مساعد ولا مدرب عام يطلع يتكلم في اي برنامج او صحيفه الا باذن كتابي مني انا شخصيا. عايزين نركز. احنا عندنا فرصه ذهبيه، احسن لعيبه في مصر. انتوا مش واخدين بالكم من نفسكم، دي قضيه ثانيه. عندنا احسن لعيبه في مصر. لعيبه تاخد دوري باذن الله وكاس وافريقيا وسوبر وعربيه. امر الله. ده الجيل اللي انا شايفه قدامي ده. هنبتدي نهرج ونهجص وعيل يرد على رئيس النادي في التلفزيون. انا بعرف اتصرف ومش هسكت وما بيهمنيش. انا جيت النادي ده عضو ثم نائب ثم رئيس. نص بطولات الدوري انا واخدها، نص بطولات الدوري 2 مع جلال ابراهيم، 3 رئيس مكتب تنفيذي، الواحده 6 او نص البطولات انا واخدها. انا جيت لقيت الناس تقريبا نسيت حاجه اسمها زمالك. مش بقول لك ما بيهمنيش. احنا قومنا، انا اسف، جثه كانت بتحتضر. للاسف كانت بتحتضر. لما نقعد 10 سنين ما ناخدش الا كاس مصر يبقى كنا بنحتضر. لما في سنه ونص ناخد 3 كاس ودوري ونهائي افريقيا لا يبقى الزمالك قام مارد زي الاول. زي ما كان في سنه 60 ايام الستينات وبدايه السبعينات. تمام؟ فانا بقول لكم بقى انا بوضوح. اللاعب اللي مش عاجبه رئيس النادي او المدرب بتاعه او المدير الفني من بكره ما يجيش. اللاعب اللي انا هعرف انه بيسهر بره خلاص عشان ما رضيش يتجوزها، انا في الشارع على طول. ها؟ من بكره كده بتضحك عليا يا شناوي. خدت عربيتك؟ طيب ماشي. خلاص كلام واضح؟ انا بقول لكم انا طول الليل في الشارع. طول الليل في الشارع. بتقابلني فلانه مش عارف ايه، اصل ما اتجوزنيش، اصل عملت له سحر اسود، سحر اسود على دماغ انت امك. خلاص عشان الناس بيقعدوا يهرجوا ويقول لك السحر مش السحر. تمام؟ لكن الحمد لله كلكم ما شاء الله فقتوا. كلكم فقتوا. ما شاء الله. ومش ممكن يا جماعه 12 لاعب يتكسر كده طبيعي. مش ممكن 12 لاعب كده فجاه. بدأنا احنا بمحمد بالتالي بدأنا محمد ابراهيم. تمام؟ ومصطفى فتحي والتاني مصطفى فتحي. وبقول لكم تاني
احنا كل اللعيبه على مسافه واحده. انتوا 29 لاعب وعايزين لاعب تاني، يعني احنا مش مثلا عايزين نمشي لاعب، ما احنا عندنا وعندنا في الجوان ما شاء الله، وعندنا في الدفاع ما شاء الله، ومساكين ما شاء الله، واليمين والشمال والوسط والمهاجمين عندنا، يعني احنا ممكن السنه الجايه نجيب واحد بس وخلاص شكرا، وانتوا موجودين. بس موجودين بايه بقى؟ بالالتزام. موجودين بالالتزام، موجودين بحب بعض. وانا اديت تعليمات، ما عنديش لاعب هيتوقف خلاص. اللاعب اللي بيغلط فلوس. قصه وقف اللاعب دي كانت قديمه خلاص، انا مش هخرق عين نفسي. وقصه الفتاوي في الملعب اقعد افتي ده مش موجود. واقول لكم تاني كلكم انا بقول هو قدام راجل كله هيلعب، بس مش ممكن محمد صلاح هيلعب 29 واحد، استحاله. ده انا عندي موسم طويل، ده انا في اسبوع واحد اتكسر 12 واحد في اسبوع واحد 12 واحد وقعوا. فانا بقول ولا عندي بقى عرض لشيكابالا ولا كل الكلام ده، على فكره كلام اونطه. ان وادي دجله عايز يسلي مكان شيكابالا، كل ده اونطه، كلها تاني على مسيرتي. اقسم بالله انك يا ماجد يا سامي لا كلمني ولا كلمته من الصيف ايام السله. انا عمال اقرا ده رايح وده جاي وده مش عارف رايح فين، كل ده كذب. انا العرض الوحيد اللي جاي للاخ اسلام عشان يروح يغني في السودان، ملوش صاحب اللي ليه صاحب. عايز صاحب ليه صاحب. تمام. الجماعه السودانيين عايزينه يروح السودان شويه هناك عشان يبطل غنى ويجي لنا لاعب مش مطرب. وطبعا ما شاء الله انا كويس مشيت من الفرح بدري، خلاص لقيته ماسك الرق برضه وشغال. صاحبي ما انت عايز تطلع فنان. هو صاحبي طيب. ماشي عايز تطلع فنان. مش كان في برنامج بتاع في البنك الاهلي كان بيعمل كده اعلان، عايز تشتغل ايه؟ مش كده؟ عايز تشتغل فنان؟ اطلع فنان. انا بتفرج في التلفزيون لقيته واحد عمال يعمل كده. خلاص تبدا يا عم عريس ويرقص وفرحان ومش عارف اللي هيحصل له بعد شهرين ثلاثه. خلاص انت فرحان ليه؟ تمام؟ ما احنا كلنا اول يوم في الجواز كده. بس انا كنت غير، انا يوم كنت وكيل نيابه في اسماعيليه وجابوني بالعافيه على فكره. كنت في اسماعيليه بتجوز، كان عندي حادثه، فمدير الامن والمحامي العام قال لي انت مش فرحك النهارده؟ جاب حتى ليا صوره 2 عساكر ماسكيني بجد، ماسكيني ومدخليني الفرح. تمام؟ فهو خليه يفرح له شهرين 3 جمال، وبعدين يجي يقعد معانا هنا على طول ما شاء الله يعني. وكل اللي متجوزين كده استاذ ابراهيم صلاح هيقول لك فؤاد كان متجوز، ابراهيم يحكي لك مين تاني متجوز هنا؟ ايمن حفني اهو. مش انت متجوز؟ ومبروك ساعه يا جماعه عايزين نبقى اسره. محدش هيمشي، احنا ما عندناش زياده في العدد، احنا عندنا نقص في العدد. تمام؟ والمقياس مش انا، المقياس انت ولا الراجل المدير الفني. المقياس انت جهدك في الملعب. ويا رمزي قلت لك قبل كده خد ثقه في نفسك. انت ما جيتش من الاتحاد السكندري كده يعني مش نمنا وصحينا، لا ده في لجنه اختارتك وانا نفسي شفتك، انت كنت شايل الاتحاد السكندري لوحدك. رجع ثقتك في نفسك. الراجل اللي انت القضيه دي يعني هيعملوه هتخش السجن، ايه المشكله؟ خلاص يعني ايه شد حيلك بقى؟ انا شايفك كده مالك ورجلك هتتخن بكده، حصل لك ايه؟ بس ده وحش ده يا ريس. انا كان وحش، شايف الاتحاد السكندري كان وحش والله. تمام؟ كل الناس ما شاء الله، وديدار رجع اهون ونصف ما شاء الله، واسامه عرفت فين اسامه؟ فين اسامه؟ اسامه اسامه وانت اخو علي. اخو علي شكل بعض بالظبط مش كده؟ توأم. اسامه انا كنت بسأل على وزنك طلع انك انت جسمك كده، يعني انت تركيبتك كده. يعني في ناس بيبقى كده تركيبتك كده، زي ايمن حفني هو تركيبته كده. ده ماتش مهم جدا بكره ان شاء الله باذن الله. انا فرحان ان الشناوي رجع ان شاء الله. فين جنش؟ ده انت عملت في الفرح ما شاء الله. بتفتح عياده نفسيه يعني مش ده انت جننت الدنيا. شفت عامل الفرح وكده وكده وكده. فرحانين بيك يا باسم، مبروك ان شاء الله. ماتش بكره مهم. انتوا اهم فريق في الدوري دلوقتي، انتوا اقوى فريق في الدوري دلوقتي، اقوى فريق واهم فريق. عندكم اللعيبه عندها قوه، عندها مهارات. صعب انك تلاقي فريق عنده المهارات دي، صعب. يعني لما تلاقي لاعب مثلا النادي الاهلي عنده عبد الله السعيد واحد، انت حدث هنا ولا حرج. تمام؟ طارق طبعا ما شاء الله ما شاء الله. احمد رفعت يعني محمود حمدي انا خايف تتحسد، وانا بقول لك في مش اقل من 6 7 ان شاء الله هيروحوا منتخب جداد من هنا، لانه ادائكم عاجب الناس كلها. شوقي برضو
ما شاء الله، حسني، ستانلي، معروف، مايوكا. انت قاعد وسطهم ليه؟ انت بتركب؟ تركب لهم احنا. طب هو هو عارف انا قلت ايه؟ هو نفسه عارف انا قلت ايه؟ ليه مش انا قلت ايه؟ شد حيلكم يا جماعه، الراجل ده موجود، قلت طبعا كلكم عارفينه من الاول. طبعا احترامنا الكامل للكابتن مؤمن، تقديري الكامل للكابتن مؤمن، ادى دوره. كنت اتمنى ان هو يكمل، لكن في احيانا ظروف بتبقى اكبر من مجلس الاداره واكبر من المدير الفني، لان احنا برضو انا في النهايه واحد من الجمهور وليا رؤيه، ومعايا مجلس اداره برضو كلنا مشجعين. انا كنت بشجع الزمالك دوت ايام ما كان بيلعب في نادي السكه الحديد في ابن الرشيد في منطقه فرود الفرج. كان هناك نادي، كان هناك خيشه ونخله وسريع فاكر وكرم مظبوط كده. فكنت اروح انا مدرستي كانت قدام اروح اتفرج على نادي الزمالك. كنت لسه عيل صغير في ابتدائي. فنادي الزمالك احنا قبل ما اكون رئيس نادي انا واحد من الجمهور وبقيم برضه. اخلص في التدريب تاني بقول لك، اخلص في الملعب، وبعدين انت الراجل النهارده ما لعبكش النهارده مش في ال 18 ما تزعلش، هتيجي بكره انت في ال 18 وهتلعب وغيرك هيبقى بره. الموسم طويل، موسم شاق. خلاص؟ نعم؟ والبطولات كتير. لا الموسم شاق، احنا عندنا ان شاء الله السوبر باذن الله يوم 10. فتره التوقف اللي جايه دي باذن الله عندنا ممكن نروح نلعب ماتش في ابو ظبي وماتش في السعوديه وتعملوا عمره باذن الله ان شاء الله. اتمنى طبعا ان الولد اللي بيكتب عن باسم في المنتخب ان هو متمارد، بقول له احترم نفسك، ما عندناش حد بيتمرد، ولو كتبت الكلام ده تاني مفيش لاعب عندنا هنوديه المنتخب. ما دام انت فاقد ثقه في لاعب عندنا يقول لك اصل كان بيرقص في الفرح، امال قاعد في الفرح؟ ده فرحه، ده لازم يبان قدام مراته انه جامد وشديد، ممكن يكون خد حاجه عمل كده. يعني يروح من الفرحه بالله كده اصل كان بيرقص في الفرح، مش فاهم يعني ايه يروح يلطم في الفرح. فقله الادب دي اللي معموله دي احنا بنقول احترموا نادي الزمالك، احترموا لعيبته. احنا ممكن كلمه صغيره مش هنودي لك ولا لحم، اخبط دماغك هتعمل لي ايه؟ هو انت بتصرف عليهم؟ هو انت بتدفع لهم فلوس؟ انا اللي بعالج وانا اللي بدفع، واخد بالك، وانا اللي يقول لي شممني الفلوس، انا اللي بشمم الفلوس برضه. انت بتعمل ايه؟ ولا حاجه. ان شاء الله ماتش بكره يعدي على خير باذن الله. عندكم انتوا بعد كده عندنا باين وادي دجله ومقاولين وايه تاني؟ اسوان. وفي توقف ولا نكمل؟ كله خلاص. وانتوا كسبتوا الاهلي قبل كده وكسبتوا الاهلي قبل كده وكسبتوا الاهلي، ما كانش عندكم لعيبه على فكره. ما بالك بقى ان شاء الله. فبكره ان شاء الله نازلين الملعب، وزي ما بقول دايما قلت كابتن مؤمن الكلام ده، قلت للناس دي انا ببقى نازل، انا محامي عايز ايه من القضيه؟ عايز اخد براءه، عايز اخد حكم مخفف، عايز اخد غرامه، ببقى عارف انا داخل عايز اكسب. عايز اكسب ليه؟ عشان اخد الدوري. انا عشان اكسب يبقى عندي اثنين، انا واضح صريح، يبقى عندي اثنين راس حربه، يبقى عندي الهدف بتاع اللعيبه، انا داخل عشان اجيب جوان، مش داخل عشان ادافع. لا، اثنين راس حربه، انا بقول لك تاني اهو، عشان اجيب جوان وما بخافش. اجيب 4 اجوان يخش فيها 3 ما عنديش مشكله. عايز ارجع الفن والهندسه تاني. الزمالك كان بيتغلب في اوقات معينه والجمهور طالع بيسقف. الجمهور سقف لكم وانتوا طالعين ببطوله افريقيا. ليه؟ عشان انتوا كنتوا عملتوا اللي عليكم. انا في النهايه ان شاء الله باذن الله بامر الله عندكم يوم السبت ولا يوم السبت والثلاث. السبت والثلاث. يعني عايز اعمل لهم عزومه عشاء مع بعض كده، بس شوف لي يوم يكونوا فيه خميس. خميس اليوم جاي. انا بقول لك عندهم سبت. ماتش هنا السبت. عايزين تاكلوا لحوم ولا جمبري؟ عشان بس جمبري وخس. لا بلاش الخس والكاكاو والنبي. ايه؟ ان شاء الله باذن الله ترجعوا منصورين باذن الله ان شاء الله. ونعمل فوق في نبعت نجيب اكل فوق في الصاله اللي احنا عاملينها الجديده دي. ان شاء الله ربنا يوفقكم. جعفر ان شاء الله انت لاعب متميز. رمزي ريدار طبعا. انا خايف اكون نسيت حد. اللي ورا ده جون، ده عمر ده الجون. انت عندك كام سنه؟ كام؟ 19. يعني مش انا وداني ولا 50 سنه. مين؟ مين؟ ما فيهاش زي ده دلوقتي؟ ما فيهاش دلوقتي زي ده كله؟ ان شاء الله يوم الخميس باذن الله بامر الله باذن الله. اولا هتيجي بكره ان شاء الله من الاسماعيليه ان شاء الله منصورين. احنا عندنا طبعا دكتور الحمد لله، انتوا كلكم بتحبوا الدكتور منيري، ومعاه الدكتور وليد. فين وليد؟ الدكتور وليد
والراجل ده رجعنا له شغله تاني، نسجل له. رودريجو. ايه؟ رودريجو. بيشتغل ولا لسه؟ لا بيشتغل. هياخد فلوسه من مصر. بس ما ترجملوش دي دلوقتي. كل سنه وانت طيب. بالنسبه لزميلكم طبعا احمد توفيق غلط ولا ما غلطش؟ غلط. مالكش دعوه، انت ما ترجمش الموضوع ده. انت اللي بتحبه وهو بيحبك. غلط. بس انت مش ابشر عماد ان شاء الله بيه. تضحك انت سارق سعودي. تأتي من السودان بقى ناكله فيه فلانه ولا علانه؟ هتروح تقوم هناك. نعم؟ يا ابني اتجوز يا ابني. اتجوز يا ابني. كل ما كنا نطلع في التلفزيون يقول لك ايه خدوا واخدين فلوسي، انا خدوا فلوسي. مش انت، انا شفتك، انا مش مصري. انا كل برنامج بتفرج عليه. وده ابويا وده انور وجدي وده يا عم انا ابوك يا عم. مش كده؟ طيب. ايه اللي دخلك على الفيسبوك بتاع البيت؟ اول حاجه رئيس عايز تعمل صداقه والمصحف ما عنديش في الكاميرا. البيت هبه. مفيش دبه النمله الا بابا. خلاص؟ بوتاريكو سمعت توفيق بقى رئيس النبي. كل سنه وانتم طيبين. توفيق يا ريس. توفيق يا ريس. ابنك يا ريس. توفيق بقى. ده انت بتطلع لنا فلوس عشان. والله. غلط ولا ما غلطش؟ معلش يا ريس بس هو هيجي لك. غلط ايه كمان اللي طلع امام لك محمود طاهر. مين؟ لما محمود طاهر جاب عماد قال له اعتزل. اعتزل. انا عمري ما اعمل الكلام ده مع لاعب عندي. بقول له لا اعتزل اكسره. خد دبسه بقى. ها؟ هو لغايه النهارده جاب عماد متعب قال له وعماد متعب ايه؟ يقدر يقضي سنتين ثلاثه قال له اعتزل. حتى اخر كلمه والكلام ده جه في الجرايد. فده غلط كبير. وبعدين المذيعين يقولوا له يا ابني ما جابش سيرتك، يا ابني ما اتكلمش عنك. معلش هو غلبان يا ريس والله غلبان. واحنا كنا رئيس تحت امر حضرتك يعني. ان شاء الله. ان شاء الله بقى. طبعا المعسكر ماشيين هنبقى هدفين ان شاء الله. كل ماتش هدفنا نكسب باذن الله. قوموا وقفوا قولوا الفتحه كلكم بقى كده. قربوا رجاله. لم اقفل استني. اقفلوا الدايره. لا ما يمكن يلا هم قبل الفتحه انا مسامح توفيق. ايوه قبل الفتحه خلاص مهارات النصر في كل ماتش. لو واحد فينا بيتعشى على ماتش لو خرج 18 مش فوزه لان احنا لسه الموسم كتير. وانا برضه فتحه فين يا مجدي؟ خف شويه بقى. ربنا يوفقك يا رب.